نفسك تمثل؟ تعال اقول لك ازاي. اولا لو انت عاوز تمثل او بتحب التمثيل لازم الاول تكون موهوب، وعشان تكون موهوب لازم يكون في ناس كتير جدا اشادوا بموهبتك. يعني مش انت بس بتمثل قدام المرايه او حد قال لك انك دمك خفيف يبقى انت كده ممثل، لانك ممكن تبقى مع اصحابك دمك خفيف بس تيجي قدام المسرح او قدام الكاميرا ما يبقاش دمك خفيف ولا حاجه. فلازم تجرب، ولازم ده يكون بشهاده الجميع مش بشهادتك انت بس. يعني لازم الناس كلها هي اللي تثني على موهبتك. ده ازاي بقى؟ مسرح الجامعه مثلا، جرب تترك الابواب فيه، اطلع على المسرح وشوف الناس رد فعلها ايه، ومش قرايبك، الناس الغريبه، لان قرايبك ممكن يكونوا بيقولوا ان انت ممثل شاطر، بيجبروا بخاطرك، او انت حاببهم فلازم يسقفوا لك ويشجعوك. لكن الغريب هو اللي هتاخد منه الراي الصح. طيب عرفت ان انت ممثل شاطر، هتعمل ايه بقى؟ اولا لازم تلتحق باي اكاديميه، معهد فنون مسرحيه، ودلوقتي بقى في غير المعهد بقى في معهد موازي، يعني تقدر تدخل المعهد في اي وقت. المعهد هيثقل خبرتك وهيثقل موهبتك وهتتعلم بجد. طيب ما عرفتش ادخل المعهد، التحق بورش تمثيل كتير، ورش موثوق فيها، ورش تتعلم منها، اشتغل مسرح كتير. المسرح هيخليك تتدرب وتتمرمط فعلا في التمثيل، فيقول لك ده صايع خشبه. ممثل المسرح يتخاف منه، خطر. لو بقيت عتويل على خشبة المسرح هتقدر تعمل أي حاجة تانية، لأنه أصعب حاجة، أصعب أنواع الفنون، اللي بعديه كله سهل. فلو عايز تمثل فعلا خد الخطوة واتجه واطرق الأبواب بجد، وربنا هيكرمك. وما تيأسش واسعى، ولكل مجتهد نصيب. بس خد بالك، التمثيل مش مهنة من لا مهنة له. يعني لو كرست حياتك للتمثيل لازم تبقى ممثل، والتمثيل لو انت داخله عشان الشهرة وبس يبقى مش هتيجي. والتمثيل مش هو المشاهد بتاعت التيك توك، تمثيل اللي بجد لازم تتعلمه على ايد ناس بجد.